ياسر الأتى خشيت في تيت النفق، نفس الشخصيات ده الشباب ده قريب بيواجهوا يظل في دارفور. ايوه عشان ما تجي تتباكوا لنا وتتبرطوا لنا وتنشروا الفيديوهات على الفاضي ساكت. انا عندي ناس بموتوا، انا عندي الرجال بموتوا، الحقيقه دي يقولوا. ايوه يعني الدوله ما قادر يرسل قوه عشان يجي قوه اضافه حقيقيه. الشباب ده لهم 3 سنه بيقاتلوا في المكان ده، 3 سنه الشباب ده اللي بيقاتلوا، لا بياكلوا لا بيشربوا لا بيلبسوا. يا اخي الشباب ده يا اخي حقة السياره ساكت واحد في جيبه ما عنده، وبيقاتلوا اللي شايفينه. دارين تيجي تقول لنا والله العظيم مبروك للانتصار ومبروك للحزيمه ومبروك لقوات شباب المسلح. قوات شباب المسلح بتاع مين نحن نايمين؟ اذا كانت دارين الشغل اللي تمشي كويس ودارين الناس تنتصر، ادعموا الناس ده. انا لا نقول ادعمهم، انا اللي بيتكلم ده لانه انا عارف الخطر بتاعت الجنجويد، انا عارف اللي بيحصل في الفاشر، وانا عارف القطه بتاعت الجنجويد. انتوا ما عارفين. ايوه ما خلاص نجي نحتفل، ما خلاص نجي نحتفل وخلاص نجيف، لا ما نحتفل، لانه الزول ده بيجي بعمل لك حاجه خطه. انت الليله عندكم تشويش، الليله تطلعوا تحتفلوا، بكره هتفكي. طيب هسه الان ده المعركه الان ده الجنجويد الليله عندهم خساره ونحن خسرانين برضه في المعركه. معركه بدون موت ما في، نحن عندنا اموات وهم عندهم اموات، عندنا جرحى عندهم جرحى، دي المعركه. لكن نحن انتصرنا، لما نحن انتصرنا في المعركه معناته نحن كسبنا المعركه بدون موت. الناس دول ما بيطلع. طيب نحن الليله اذا كانت 10,000 جندي في الفاشر او قول 20,000 جندي في الفاشر، نسي انا ما اقوله، قول 20,000 جندي في الفاشر ما فارق معايا. يعني كل يوم بموت منه 10 وبموت منه 8 وبموت منه 20. السؤال بالمنتج بس برا كده خدت الكوره في الوطن. خدت الكوره في الوطن كل يوم بموت منه 10 20 30. والجنجويد بمشي بيتجند من هناك وبيجيب. جنجويد اصلا ما خسران، يموتوا 2000 ما خسران. حرب بتاعت الجنجويد وحرب بتاعت الجيش واحد. الكلام ده خدته في بالكم. جيش يموتوا منه 10,000 الليله، بكره بيجيب 1000 10,000 بيخطوا هنا. دعم سريع برضه بيتجند نفس الكلام، يموتوا منه 10,000 في الفاشر، بكره بيجيب 10,000 بيخطوا عادي جدا ما فارق معه. لانه دعم سريع الميليشي بيجيب من قارب، الدعم السريع ميليشي بدفع قروش الليله الليبيين ميتين في الفاشر. قبل كده انتوا عارفين في كولومبيين ميتين، الليله الليبيين عديد ميتين في الفاشر. ما بيهمني يجي ليبي يجي كوري يجي صيني، ما بيهمني، يتجخم يتجخم. لكن انا بيهمني بانه انا رسالتي موجهه للجيش النايم ساكت ده بس. الجيش الليله بدي الجيش يطلع بكثافه، يدعم المحرك السياد ويدعم كيكلاب ويدعم الدراع عشان القوه المكدسه في الكردفان دي تتحرك وتجي تخش الدارفور بس. ولا رايكم شنو؟ اوه فاشل شنب الاسد، فاشل انتصر شخر يا زول، فاشل شنب الاسد. لا كلام فارغ، في ناس تموت يا زول. ما قولوا الكلام ده. قال اوه يا زول هاي انا بوريكم، انا والله الكلام ده قلته. اي منصه اللي لو قارين يا اخي ايام اللي فاتت جيش مربي يدينه نايم، اتكلمنا في نصر الجو، اتكلمنا وخاصه اتكلمت في نصر الجو كويس. انا اتكلمت في نصر الجو، قلت يا نصر الجو تشتغل كويس، قلت نصر الجو هيشتغل. كيف؟ قلت نصر الجو ده هيشتغل في دارفور. ليه كانت الطيران واقف؟ انا سؤالي كده، ناس الفاشر اللي جاكم طيران، سؤال بس منتي، انا داري من الفاشر اللي جاء الطيران في الفاشل. هل قائد الآلة لقوات شعب المسلح ما عارفوا بأنه فيه هجوم على شمال دارفور من كل الاتجاهات؟ ومباراه ما المان وصلنا المعلومه. ما في طيران، ما في طيران. الطيران لما كانت سكتت وبمشي بجد في كردفان نحن اتكلمنا قلنا ليه الطيران ما بدوك في دارفور؟ ليه الطيران ما بدوك في مكان الميليشيات بتجند؟ انت يعني الطيران تقف تربي يدنك تكشف تخلي الميليشي يجند 10,000 5,000 ما اعرف لك 2000، يقول لكم ده جاهزيه بس جاهز عشان نواجه بهم الفاشر. الحكامات تجي تصفق وتقني وتخرجهم في الاستاد، تجي تقول لي الطيران موجود؟ منطق كده يعني. انا لا خلوني قولوا لي يوسف ده اصلا ما فاهم وكده.
عسكريا كده الناس بيخرجوا في الاستاد بتاع ولاية جنوب دارفور، تخريج كده، دعم السري ضد الدولة، تخريج يعني انهم معسكر في الدوماي في ولاية جنوب دارفور. تكلموا كيف انتم؟ وبعد الطيران يجي يجدي لكم جد علينا حاجه في الرياض، الطيران جد خرب السوق، يا ده كلام فارغ ساكت. الزول اللي بيدو الطيران من هناك بيجي بيجدد. انا قلت لكم ذخيره بتاعت الطيران الواحد ده نحن دايرين نستفيد منه في المعارك. ما في زول جاي يتكلم في الكلام ده نهائيا. لما الزول يجي يتكلم بقول والله يا اخي انت ضد الجيش، انا ما ضد الجيش، لكن ما تخطينا انا كدروع عشان ادافع عن الفاشل. والقائد الان للقوات الشعب المسلحه برهان هيطلع يتكلم باسم الفاشل، الفاشل شنب الاسد. لما انت قريب ده انزلت اتقاس للفاشل، من مفترض الفاشل ده ينزل عليه مظلات اذا كانت الفاشل تابع للدوله اسم السودان، واذا كانت ما تابع للدوله اسم السودان كمان نقفل بابه. ايوه بس ما المشترك الموجود ده، المكدس الموجود ده، مكدس الموجود الان كلكم عارفينه، المشترك اللي مكدسه ماسكه هو الماسك القائد الان للقوات الشعب المسلح، ونحن ما نخالف التعليمات، نحن اصلا ما نخالف التعليمات بتاع القائد الان للقوات الشعب المسلح، لكن القائد الان للقوات الشعب المسلح كبرهان هيتخذ قرار، نحن ما نسكت نجنب، هيتخذ قرار على الدارفور، هيتخذ قرار على الفاشل. الماني شنو؟ بأنه القوة ما يخش الدارفور، الدنيا منتج واحد بس، قجة اللي بيقاتل في الجزيرة اللي بيقاتل في الفاشل. كلموا كيف انتوا؟ جيش اللي لو دار يتحرك بس يجي في دارفور، يجي الفاشل يجي. الطيران الماني منو الماني الطيران؟ الدنيا سبب واحد بس منتج بأنه ماني الطيران، بأنه لما الميليش يتحرك 500 سيارة، سيارة ورا سيارة، 1000 سيارة اللي محجمين على الفاشل. كلموا كيف انتم؟ بيجي بقول لك لا والله يا شباب الفاشل شنب الاسد. اقسم بالله العظيم احلف لكم حنقود المعارك دي وننتهي ونخلي البلد دي في النهايه تدل الجنجويد ودارين تجنب، ما في حاجه ثانيه.